الحمد لله على إحسانه والشكر له على عظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله معظما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، إن من الإحسان الذي دعا إليه الإسلام الإحسان إلى الوطن. كيف ذلك والوطن الذي ترعرعنا فيه، مشينا على أرضه وتمرغنا في ترابه وأكلنا من خيراته وبقينا تحت سمائه. الوطن الذي له مكانة في قلوبنا، فالوطن يا عباد الله هو ذلك المكان الذي عاش فيه الإنسان حياته، ومهما خرج عن وطنه فإنه يحن إليه. فكم من الناس غادروا من وطنهم الذي عاشوا فيه، وقبل أن يموتوا أوصوا أن يدفنوا في بلادهم، وما ذلك إلا لحبهم لوطنهم، وعرفوا حقه وما ينبغي له وما لا ينبغي له. فحب الوطن يا عباد الله لا يكون بأعلام نرفعها ولا صور نعلقها عبر السيارات ونحوها ولا كلمات وخطب رنانة، إنما حب الوطن يا عباد الله يكون بحسن التعامل معه وخدمته ومراعاته، وأن نمثله التمثيل الأحسن الذي يليق بمكانته. فليس من حب الوطن أن يتشدق امرئ بحبه، ولكنه لا يحافظ على عاداته وتقاليده وقيمه التي أرسى قواعدها هذا الوطن. وليس من حب الوطن أن يرقص الشباب والفتيات عبر الشواطئ ونحوها، يظنون أنهم يحسنون صنعا ويظنون أنهم يتعاملون مع الوطن التعامل الأحسن. حب الوطن يا عباد الله وهو حسن المعاملة معه، أن ندافع عنه وأن نرفع رايته ونعلي كلمته في الداخل والخارج، أن نحافظ على لباسنا وعاداتنا وتقاليدنا داخل الوطن وفي خارج الوطن، لا أن نحافظ عليه داخل الوطن بسبب خوفنا من كلام الناس ونحوه، ثم إذا خرجنا من الوطن فعلنا ما لا تحمد عقباه، كما هو حاصل بعض الشباب والفتيات الذين يذهبون للعمل أو الدورات أو الدراسة في الخارج. فإننا نلحظ مع الأسف الشديد أنهم لا يحافظون على لباسهم، ومن الأسف أن تأتي وسائل الإعلام وتتبجح وتفتخر بصور لفتيات لا يمتن بصلة إلى المجتمع مع الأسف الشديد. فمجتمعنا والحمد لله مجتمع محافظ على دينه وإسلامه وعاداته وتقاليده، مجتمع أرسى دعائم التسامح وحسن الأخلاق والقيم، شهد له العدو قبل الصديق والغربي قبل الشرقي، والتاريخ شاهد لهذا. فربوا أولادكم على حسن التعامل مع الوطن، علموهم كيف يكون حب الوطن، فحب الوطن لا بد أن يكون في قلوبنا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخرج من مكة ماذا قال بعدما وقف على جبل أبي قبيس؟ قال: أعلم أنك من أحب البلاد إلى الله وإلي، لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. وجاء رجل إلى المدينة المنورة وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ
يا رجل يا رجل يا رجل دع القلوب تقر، دع القلوب تقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام هذا الرجل اشتاق إلى مكة وترابها وأرضها وهوائها. فاتقوا الله تبارك وتعالى يا عباد الله، وأحسنوا التعامل مع جميع الناس، وأحسنوا التعامل مع أوطانكم، وأحسنوا التعامل مع أوطانكم بخدمته ودب العدو عنه أيا كان داخليا أو خارجيا. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين الميامين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، كما صليت وسلمت وباركت وأنعمت على خليلك إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين إلى يوم الدين، وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، واقطع دابر أعداء الحق والدين، ولا تبق لهم من باقية يا رب العالمين، ولا تبق لهم من باقية يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، وردهم إليك ردا جميلا، وردهم إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ونعوذ بك أن نكون من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ونعوذ بك أن نكون من اليائسين. اللهم إنا نتوسل إليك للأطفال الرضع والبهائم الرتع والمشايخ الركع وأوليائك السجد، يا من بيده الخير أجمع، أن تنزل علينا من السماء ماء عاما تدر به الضرع وتنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها، حتى لا تدع واديا إلا أساله، ولا مصرا للمسلمين إلا أقصبه، ولا إبا إلا أطاله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سقيا رحمة ومغفرة، لا سقيا عذاب ونقمة وهلاك ودمار. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظ أوطاننا آمنة مطمئنة تنعم بآلائك وتزدهر بالأمن والإيمان، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وصحتنا وعقولنا وكل ما آتيتنا، وقنا شح أنفسنا واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.